ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله باذن الله في قناه شيماء جمال تي في. بصوا بقى، الجزء ده طبعا انتوا شفتوه في الفيديو اللي فات. انا اصريت ان انا احطه اول الفيديو ده لان ناس كتير افتكرت ان الدراع اللي كان باين بطوله ده كان دراع. يا جماعه ده كان دراع عبد الرحمن، وسبت لكم الفيديو بصوته ومن غير مونتاج ولا اي حاجه. حطي انت عشان مش عارف. في النص، حط ثبت ايدك في النص وهي هتنزل على الكل. يلا، ايوه. فيها تاني الكوبايه، وريني كده. عايزين ما نخليش فيها حاجه حرام. شفتوا بقى، هو ايدي انا اللي دخلت اخر ايد دي، وقلت له مش عايزين نخلي في الكوبايه حاجه علشان حرام. لكن اللي كان بيحط الشوكولاته ده كان عبد الرحمن. وانا في حاجه اسمها مونتاج، يعني انا مثلا لو نسيت وشمرت الكم لحد الكوع وانا في المونتاج هشوف وهشيله، بس ده ايد عبد الرحمن فانا ما اهتمتش بصراحه. بس لما لقيت كذا كومنت ان انا دراعي كله باين، وانا فحبيت اوضح لكم. وانا في ساعتها حطيت على المنتدى الصوره، وقلت لكم يا جماعه دي ايد عبد الرحمن، بس عشان ما ناخدش ذنوب على حاجه احنا ما عملناهاش. نيجي بقى، هنبدا نستعد بقى لترتيبات البيبي وكده. فالكارسيت ده بتاع عبد الرحمن من 10 سنين. هقول لكم على الاخطاء اللي انا ندمت عليها، بس انا ما كانش عندي الخبره الكافيه ساعتها ان انا افكر التفكير ده. انا طبعا عبد الرحمن كان ولد، فجبت كل حاجه ازرق تخص الاولاد. ودي كانت خطأ كبير، لان انتي بتجيبي الحاجه دي غاليه وبيكون اول بيبي، وبعد كده في بيبيهات تانية جاية، وممكن تيجي البيبي اللي بعد كده بنت. فانت ليه يعني تحكمي نفسك في لون معين؟ في الوان حيادية بتمشي ولد وبنت. نجيب الحاجات الغالية دي اللي مش هينفع في كل بيبي، نجيب اللون المناسب على البيبي. يعني اللون الازرق ده طبعا اولاد، واللون البينك ده بنات. نبعد عن الاتنين. في الوان تانية هوريها لكم، جبت لكم صور علشان تعرفوا الالوان الحياديه اللي تمشي ولد وبنت. وامشوا بقى في كل حاجه. طبعا ده كان مركون عندي من سن سليان، فدلوقتي هطلعه عشان اغسله. بصوا الحاجة التانية، وانت بتشتري لازم تبصي اذا كانت الكسوة بتاعته بتتفك زي ما انا بفك كده، ولا التنجيد منه فيه. لو بتتفك زي ما انا بفك كده، بفكها وبغسلها، تتحط في الغسالة بتطلع زي الفل، وتنظيفها بيبقى سهل جدا. لكن لو تنجيدها منها فيها، هيبقى مضطرة انت تغسلي بالسبونشة او بليفة او كده، فهتبقى متعبة جدا، ومش هينضف زي ما انت لما تحطيه في الغسالة. بصوا انا فكيته كله اهو. اللي هي الناموسية ولا الكفر ده اللي بيتحط ده بقى منفصل، بيتشال المفروض بمفك، بس انا كسلت اجيب مفك، او ما جبت المقص يعني ما ينفعش معايا ومعرفتش اشيله، فهستنى محمد لما يجي يشيل الكفر اللي من فوق ده. برضو بيتفك وبيتغسل. الوحيدة اللي مش بتتفك هي الايد، عشان كده انا غطيتها كده بستريتش راب. نفس الموضوع انا لما كنت ساعة ما خلفت عبد الرحمن من 10 سنين، جبت الكارسيت ده، وجبت الشنطة طبعا لون ازرق، ودول ما ينفعوش خالص مع البنات. بعد كده انت لو جبتي بنت هتبقى مش حلوة ان انت تستخدمي لها حاجة الولد، هتبقي مش مرتاحة. وده اللي حصل لما جبت سليان، فحبيت اجيب لها حاجة فاتحة، فجبت شنطة تانية. الشنطة الزرقاء عمرها 10 سنين، تحس ان هي لسه جديدة زي ما هي حالا دلوقتي. سليان كانت عايزة تقطع العروسة، اللي هي راس العروسة مجسمة زي راس البوبي كده، فكانت بتشدها عشان تلعب بيها، فقطعت الراس بس. يعني دلوقتي حالا من 10 سنين ما اتقطعتش، وكانت هتقطعها دلوقتي كلها، بس قطعت الراس بس. هلزقها
جبت لكم الالوان الحياديه. بصوا الكرسيد ده كرسيد عربيه، الكرسيد ده كرسيد عربيه بيتثبت في العربيه للبيبي، في الرصاصي، في الابيض، في الاحمر. لكن اللي انتوا لسه شايفينه عندي ده لا، ده زي كرسيد شنطه عادي بتروحي وتيجي بيها. بصوا ده في بيتثبت في العربيه، لكن اللي عندي لا. الباونسر نفس الموضوع، اللون اللبني الفاتح ده اولادي وبناتي، والابيض اولادي وبناتي. التركواز، الاسود، طبعا الرصاصي، البيج، كل الالوان دي اولادي وبناتي، والحاجات دي غاليه، فاحنا نجيبها من اول بيبي حياديه وتمشي على باقي الاولاد. انا دلوقتي ولد بنت، فانا هستخدم الحاجات اللي عندي بصراحه يعني. حتى بصوا الكاريكوت برضو في اللون اللبني الفاتح مع الرصاصي ده اولاد وبنات. اللون الاسود مع البيج نفس الموضوع، سواء كارسيت، كاريكوت، باونسر اللي هي عربية الاطفال. كل الالوان دي من اول بيبي. اختصري موضوعك وهاتيهم. هاتيهم الوان حياديه، جايبه لكم كل الالوان اللي تمشي. وممكن كمان تعملي كده في اللبس، يعني البيبيهات وهي لسه صغيره تقريبا بتلبس واحد. بصوا احسن عربيه بالنسبه لي، انا مش هجيب عربيه عشان احنا ما بننزلش، والشوارع عندنا وحشه، وانا ساكنه في الدور الاخير فصعب تنزل وتطلع. دي بالنسبه لي يعني، لو انت هتشتري احسن عربيه في الشكل وفي المضمون وفي كل حاجه، اللي هي ليها الكاريكوت لوحده، ممكن يتشال ويتركب، وممكن تبقى عربيه وممكن تبقى كاريكوت لوحده. فدي بالنسبه لي حلوه جدا. لو انا كنت هجيب الشكل ده، مش هجيب الاشكال التانية. كل ما اجي اجيب حاجه للبيبي او اشتري حاجه، هبقى اقول لكم الحاجات اللي انا ندمت ان انا ما عملتهاش. بس كده ندخل بقى. تعالوا اعملوا معايا الغدا. بما انكم شفتوا الجزء الاول، نشوف الجزء التاني. انا طلعت الحاجات دي دلوقتي عشان اغسلها واشوف ايه اللي عندي وايه اللي هحتاجه وايه اللي ناقصني كده يعني. فحبيت اقول لكم المعلومات دي اللي كنت اتمنى ان حد يقولها لي وانا لسه ما كانش عندي خبرة. على فكرة الكفر اللي بيتشال وبيتحط ده، اغلب الماركات بتاعت مستلزمات الاطفال بتعملوا كفر بيتشال وبيتحط. انا طبعا وانا بشتريه في اول بيبي ليا ما كانش عندي الخبره ان انا اشوف الكفر بيتشال ولا متنجد منه فيه ولا ايه يعني، بس هي جت معايا صدفه الحمد لله. فانتي ممكن تجيبي وما تاخديش بالك، فانا قلت لك معلومه وانتي بتشتري شوفي الكفر بيتشال وبيتفك وبيتركب ولا لا. ندخل دلوقتي على الغدا. انا هعمل سمك، فدلوقتي حطيت بصل يتحمر عشان نعمل الرز. لحد ما يستوي الرز هنكون تبلنا السمك وخلصنا كل حاجه. البصله بتاعه الرز بتبقى يعني بصوا اول درجه من درجات الحرق، يعني احرقيها بس مش قوي، عشان لما تكون محروقه قوي هتبقى مضره طبعا. وبعدين لما احمرت جامد حطيت عليها طماطمايه. المفروض انا كنت قشرت الطماطمايه، يعني حطيت الطماطم من غير قشره لان انا مش هصفي. بس معلش نسيت. بس انت لما تيجي تحطي الطماطم حاولي تقشري، يعني انت لو حطيتيها في ميه سخنه وشلتيها وشلت القشره هتتشال معاكي بمنتهى السهوله. وبعدين انزلي على البصل بالطماطم. دول طماطميتين متوسطين على بصلتين متوسطين. انا هعمل كوبايتين رز، فهو ده المقدار، يعني كوبايتين بالمعيار بتاع البتاع المعيار بتاع العلبة اللي انا هعمل بيه. وبعدين زودت مية، حطيت ملح وفلفل، وانا بحط مرقة في الرز الصيادية. الرز ده بس اللي انا بحط له مرقة. لما اخدوا غلوتين 3 جبت الهاند بلندر وهضربهم جامد جامد، الطماطم مع البصل يختلط. عشان كده قلت لكم المفروض كنت قشرت قشر الطماطم، لان البصل بيدوب لكن الطماطم بيدوب لكن قشره بيفضل فيه حاجه بسيطه. هو مش هيبقى باين في الاكل اصلا، بس زياده تكات وحركات يعني. بعدين هنزل بالرز. بصوا يا جماعه، هو دي ما عنديش مقدار ليها، يعني بعملها كده بالويم والحمد لله بتظبط معايا. ما عنديش مقدار الميه لان انا بسيبها تغلي، فمثلا كوبايتين الرز عليهم كوبايتين ميه مثلا، لكن هي بتغلي فبتقل، فاهمين؟ فانتي ظبطي، يعني لو لقيتيها محتاجه حبه تاني زودي قبل ما تحطي الرز. نيجي بقى للتوم. طبعا احنا فرزنا توم. فرزت التوم معاكم ولا لا؟
مش فاكره، بس انا مفرزه توم. لكن عندي توم تاني، فالسمك بيبقى محتاج توم لسه متقشر طازه ولسه مدقوق دلوقتي حالا، السمك بالذات. فانا قشرت توم وحطيت عليه فلفل اخضر، شطه، وملح وفلفل لا ملح فلفل بس حبه صغيره. بس هو الملح والكمون والكزبره اهم حاجه في السمك، في تتبيله السمك. ونتبل بقى الليمون اللي انا كنت حطاه على السمك، هنعصره مش هيترمي. السمك بنتبله من بره ومن جوه. انا حطيت لكم ليه الجزء بتاع ايد عبد الرحمن في اول الفيديو، لان انا لما نزلت الفيديو فاول حاجه اتقالت لي انت ايدك دراعك كله باين لحد فوق. فانا افتكرت ان ايدي يعني في جزء منها باين، فرحت عملت تعديل في الفيديو وحطيت كده زي نغبشه كده على ايدي، اللي انا كنت فاكره ان هم فاكرين بيتكلموا على ايدي الحقيقيه. وبعدين قالوا لي لا، الجزء لسه موجود، ما اتشالش وما غطيتيش عليه ولا اي حاجه. دخلت شفت تاني قلت لا، انا ايدي كلها متداريه، اتاريهم على ايد عبد الرحمن. فالايد كلها فعلا باينه لحد فوق، فاللي يشوف الايد ويفتكرها ايدي فطبعا انا هشيل ذنب مش موجود اصلا. فعشان كده حبيت احطه لكم في بدايه الفيديو، عشان اللي شاف الفيديو افتكرها ايدي وما كلمنيش يعني يشوف اني لا، مش دي مش ايدي. بعد ما تبلنا بقى هنحط في الدقيق. بعد الدقيق علشان الزيت ما يبصش والدقيق ما يقعش في الزيت، ممكن تحطي السمكة في مية، تحط السمكة في مية تبليها كده، مية هتخلي الدقيق يلزق فيها وما يقعش في الطاسة. بس انا كده الزيت بتاع السمك مش بستخدمه تاني، وكلنا كده. بس ممكن في ناس يعني تشيل الزيت بتاع السمك اللي ممكن تحمر فيه سمك تاني، يعني تخصصه للسمك. بس انا زيت السمك كتير قليل بعد السمك يعني بتخلص منه. لكن لو انت عايزه تحافظي عليه ممكن تستخدميه مره كمان. حط السمك ده في ميه عشان الزيت ما يتحرقش والدقيق ما ينزلش فيه. كده الرز كان خلص وتقريبا السمك كان خلص. بصوا لونه حلو ازاي. بس احيانا اللون ما يبقاش حلو، هوريكم برضو هنعمل فيها ايه. الغلط وارد، احنا مش ملايكة، لا بنغلط عادي وبتبوظ مننا حاجات. فممكن تكوني بتعملي حاجة تانية والسمكة تتحرق منك زي ما حصل معايا بالظبط. هوريكم بقى ايه اللي هيحصل. هنا كنا خلاص خلصنا، عملت سلطة خضراء وعملت سلطة طحينة. بس سلطة الطحينة في التلاجة مش عارفة نسيتها، حطيتها على السفرة على طول. بصوا اخر واحدة دي اللي هي اكبر واحدة اتحرقت او يعني اتلسعت او داخله على حرقان. فاحنا نعمل ايه؟ نحطها من تحت اهي، انا هوريها لكم. بصوا داخله على لسعان او حرقان. كل مره في السمك بقول لكم نفس المعلومه، نداريها كده من تحت ونروح حاطين عليها السمك المتحمر حلو من فوق، ومحدش اخد باله ومحدش شاف حاجه. وممكن السمكه اللي تحت المحروقه دي احنا اللي نسحبها وناكلها من غير ما ياخد حد باله. وهنا حطيت الرز وبس كده خلصنا الغدا بتاعنا. كنت عامله كيك طبعا لازم اوريهولكوا، بس بما اني عملت الكيك ملايين المرات عندي هنا في القناه، فقلت هوريكوا الكيك على طول كده. الدنيا حر والتصوير بياخد وقت، يعني بحاول انجز، وخاصه في الحاجات اللي انا عملتها كتير قبل كده بصراحه. وبعملها كتير، يعني الكيك ده حاجة اساسية بتخلص بعمل غيرها عشان بيريحني. لو صحي الصبح ممكن شاي بلبن مع الكيك، لو بالليل حد جاع نفس الموضوع. فلازم الكيك دايما بصفة مستمرة بعمله. بصوا بقى من جوه عامل ازاي. ده مش كيك، ده نايتي. شايفين المسام مقفولة والكيك من فوق ومن تحت. خلاص بقى عرفتوا الكيك بتاعتي انا. الكيك عشان تحافظي عليها تقعد كذا يوم ما تنشفش، بتزودي معلقه خل او ليمونه وانت بتعمليها، ده بيساعد ان هي تفضل طريه كذا يوم. وكمان بتحطيها في علبه محكمه الغلق. انا بحطها في العلبه دي، بقسمها بالشكل ده وبحطها في العلبه دي. والعلبه دي بتاعه تابروير محكمه الغلق، يعني الغطا بيتقفل جامد. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.